مسجد الشيخة صباح هو تاني أشهر مساجد مدينة طنطا بعد مسجد الشيخ السيد أحمد البدوي. موجود في شارع الجيش البحر الرئيسي. بيجيله الناس من مختلف الطرق الصوفية علشان يتباركوا بزيارة ضريح الشيخة ويصلوا ويدعوا ربنا سبحانه وتعالى فيه. كان بيزيد الإقبال على المسجد في بداية شهر أغسطس اللي كان فيه الاحتفال بمولد الشيخة صباح. تعالوا نعرف في فيديو النهاردة مين هي الشيخة صباح أو ست الحبايب زي ما كانوا بيقولوا عليها الصوفيين، وإيه هي قصتها. اسمها الحقيقي بدر الصباح بنت محمد ابن علي ابن محمد الغباري، من مواليد قرية ميت السودان محافظة الدقهلية. اتولدت سنة 1248 هجريا 1828 ميلاديا. قد اشتهر أهل القرية بالصلاح والتقوى، ونزل في القرية أحد خلفاء أبو الحسن الشاذلي وهو أبو الحسن البجائي الشهير بأبو الحسن السعيدي. قابلوه أهلها بحب ورحبوا بيه. عاش بينهم وكان بيدعو الناس للتقوى والصلاح. كان من ضمن العائلات المعروفة بالتقوى عائلة الغباري، وهي عائلة الشيخة صباح. كانوا بيقيموا ببيت العائلة ندوة أسبوعية لتلاوة القرآن والذكر ورواية سير الأولياء وكراماتهم. كان الشيخ محمد الغباري ليه 3 أولاد، حسن وأحمد وعلي، وبنت واحدة هي بدر الصباح اللي اشتهرت بعد كده باسم نور الصباح. كانت بتشترك في إحياء الندوات اللي كانت بتتعمل وما يطلب من الذكر الحكيم والإنشاد، وكانت بتحب آل البيت وبتتردد على المساجد لزيارتهم. ولحب الشيخة صباح للشيخ أحمد البدوي سافرت طنطا علشان تعيش فيها وتكون جنب مسجد الشيخ السيد البدوي. وكانت بنت أكتر من تكية وعددهم 3. التكية للناس اللي ما تعرفش إيه هي عبارة عن مكان مخصص لإقامة الناس اللي اتفرغوا للعبادة ولمساعدة عابري السبيل والفقراء والمساكين. أول تكية بنتها كانت في قريتها ميت السودان بالدقهلية، والتانية بمدينة دسوق بكفر الشيخ، والتالتة بطنطا. واختارت الشيخة صباح إن تعيش في تكية طنطا اللي بقت أشهرهم. كانت الحكومة بتبعت لها المرضى الميؤوس من شفائهم علشان كانت بتهتم بيهم وتقدم لهم الطعام والشراب والكسوة لكل محتاج. كانت الشيخة صباح بتحيي الليالي بالذكر وتلاوة القرآن. ما كانش عندها صيغة معينة للدعاء أو أوراد مشهورة، لكن كان بيلهمها الله تعالى بأدعية وأذكار بتقولها دايما. كان ليها أسماء مختارة من أسماء الله الحسنى تذكر بيها الله في خلوتها على كل السبح اللي كانت عندها المختلفة. وبعد كل صلاة الشيخة صباح كانت بتحيي ليلة الجمعة بالذكر وبتوزع الصدقات. كانت بتحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام، وموالد الأولياء، وشهر رمضان، والعيدين. فكانت في عيد الفطر بتوزع الكسوة والصدقات، وفي عيد الأضحى كانت بتضحي ب40 خروف، وفي اليوم التاني والتالت كانت بتذبح 20 خروف. الشيخة صباح فكرت تبني ليها ضريح ومسجد جنب التكية، وكان شاهد على وضع حجر أساس الضريح والمسجد شيخ الجامع الأحمدي إبراهيم الظواهري وجماعة من المريدين والشيوخ. واتقال إن الشيخة صباح ما اتجوزتش، كانت قدم لها شاب من أهل القرية بتاعتها ووالدها وافق، لكن هي قالت لوالدتها احنا ناس بتوع ربنا وبتوع أهل البيت، قولي لوالدي خلي الطريق مستور. كان بيتقال إن ليها كرامات كتير. عاشت الشيخة صباح حوالي 80 سنة في طاعة ربنا، معطاءة محبة للفقراء والمساكين ولآل البيت. توفت في شهر جماد الآخر سنة 1327 هجريا الموافق شهر مايو 1909 ميلاديا، ودفنت بضريحها في تاني يوم وفاتها. وفضلت التكية بتاعتها على حالها حتى النهاردة، شاهدة على أعمالها الخيرية. الله يرحمها ويجعل قربها لربنا وأعمال الخير بتاعتها في ميزان حسناتها.